الشعلة المعترض يمطر شباك أفلح هلال أفلح بخماسية ضمن فعاليات بطولة معغزة صامدون، والتي ينظمها الأستاذ أحمد غبير وبرعاية كريمة من رئيس جمعية الشباب التنموية فرع مديرية الزهرة الأستاذ علي حجاجي، وبإشراف مباشر من مدير مكتب الشباب والرياضة بمديرية الزهرة الأستاذ عبد الله مقبول. أقيمت عصر السبت مباراة جمعت فريق الشعلة المعترض بنظيره هلال أفلح على ملعب السد ضمن حسابات المجموعة الثانية، والتي تضم إلى جانب الفريقين شباب الخشم وسلام المشاف. الشعلة أشعلها مبكرا بهز شباك مرمى هلال أفلح عن طريق القناص عباس عبيد، لتتوالى سلسلة من الأهداف في حالة ارتباك تام لفريق الهلال وسط ذهول الجماهير، ليزور جلال شباك الهلال مسجلا الهدف الثاني والهلال لا زال يعاني. أما ابن الرعيني فقد كانت له كلمة بتسجيل الهدف الثالث، وما هي إلا لحظات حتى يكون المهمة عباس عبيد مجددا مسجلا الهدف الرابع لفريقه والثاني له شخصيا، ليقاسم ابن ياقوت صدارة الهدفين. الهلال الذي وجد نفسه متأخرا ب4 أهداف في الشوط الأول تناوب على تسجيل عباس عبيد هدفين وجلال وماجد الرعيني هدفا لكل واحد منهما، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشعلة برباعية نظيفة، فيما شهد الشوط الثاني محاولات لتقليص الفارق من قبل لاعبي الهلال لكن دون جدوى. لكن فريق الهلال أبدى تماسكا جيدا عن الشوط الأول محاولا الإلحاق برتم المباراة، لكن الطيور قد طارت بأرزاقها، ليضيف اللاعب علوان الحملي الهدف الخامس لفريق الشعلة، والذي كان بمثابة رصاصة الرحمة التي أطلقها الهلال، فقد سيطرت على مجريات المباراة وخرج عن نطاق الخدمة. الشعلة أبدع وأمتع عن طريق كتيبة من الشبان الرائعين بقيادة أحمد حسن عبشه وابن الرعيني وعباس عبيد والحملي، ليخطف صدارة المجموعة الثانية وعن جدارة. الهلال الضيف القادم من أقصى محافظة حجة لم يكن ضعيفا، وربما لم يكن في يومه، ولا زالت الفرصة أمامه للحق بركب السباق، ولكن كما يقال لكل جواد كبوة، فما زلنا في بداية السباق ولا يزال للأمل بقية. الليلة تتواصل مباريات بطولة معغزة الصامدون، وتفتتح المجموعة الثالثة بلقاء يجمع بين أهل المعرس ورجاء المنواب، فكونوا على الموعد. دمتم ودام الوطن